فتحية، مساء الخير فتحية. أهلين، مساء النور. مساء الخير فتحية. ممكن أسألك سؤال أول، قد إيه عمرك؟ بدون إحراج يعني وبدون انتقاد من كل مشاهد ومن كل إنسان بده يسمع هذه الحلقة. عفوا، عمري طريق 70 بدون حسد يعني. بدون حسد، ما بقول حسد يعني انت على طريق 70 يعني المرأة تعترف بعمرها. تحية إلك. وعمر زوجك قد ايه؟ 37. ما قلنا بدون إحراج يعني. بدون إحراج. أنت تجوزته؟ قبل سنة ونص. يعني كمان عروس جديدة. إيه. فتحية، بزواجك كسرتي تابوين. نعم. محرمات 2 اليوم كسرتيهم. التابو الأول إنه امرأة كبيرة بالسن تتزوج. نعم. والتابو الثاني اللي كسرتيه إنه امرأة كبيرة بالسن تتزوج أصغر منها ب 30 سنة. الإنسان إذا بحب ما بهمه كلام الناس. ليه تزوجتي بهالعمر أول شيء؟ شو كان ناقصة اليوم فتحية لتتجوز بهالعمر؟ أنا إنسانة ضحيت بحياتي كثير كثير كثير. اللي قاعدة 35 سنة بدون زوج، وربيت وزوجت، بس ما هم إلي، لا ولد إلي ولا بنت إلي، ودمروني. يعني وحدة بالسن هذا بتتقدم لزواج إلا بكون إشي دافعها إله، وأنا ما كنت مفكرة للزواج. لو فكرت بالزواج من 15 من 20 سنة فاتت، بس لما شفت أولادي دمروني ودمروا ثروتي، فحبيت إني من بعد ما شفت هذا الشخص حابني، والله أعلم هو صادق ولا مو صادق، يعني ما أنا طالة بالقلوب، فهو بظهر إنه بحبني ما بعرف، فاندفعت أنا إله من أولادي. ليش حطموني وخلوا ثروتي تروح مني؟ فتحي، هل هو تعويض عن أمومة ضائعة؟ هل يعني شفتي في الابن أكثر من الزوج لزوجك؟ لأنه قلتي في علاقتك مع أولادك علاقة كانت متوترة وعلاقة فيها مد وجزر. حلو. ينزع المال من ناس لا يستاهلوا وروح لناس يستاهلوا. يعني هي ردة فعل لأمومة ضائعة. شفتي أيوة، في الابن وحدة وأمومة ما أثمرت، لا بولد ولا ببنت، بحكي بالخط العريض، ما أثمرت. أنت لما تغيب عن أمك 10 أيام بينك وبينها 6 كيلو، شو هتجي بعد 10 أيام؟ ما سيارتك تحتك وسياراتها حطمتهن، ما تجيها كل يوم تحسس إنه حتى لو كذبت عليها كذب، تعال عليها كل يوم حسس إنه في ناس مهتمين فيها وفي إلها أولاد وفي ثروة بدهم يرثوها. لا، يرثها الغريب ولا يرثوها هم. والله. شو رد فعل اولادك لما عرفوا انه امهم عم تتزوج بهالعمر وعم تتزوج رجل بعمر اولادها؟ ليش تفتح لي مجال؟ شو كان ردة فعلهم؟ هو اللي فتح لي مجال. بس شو قالوا لك؟ ما قالوا هذا صغير وهذا مش عارف بضحك عليك وهذا وهذا. قلت يدمرني كلها، هي اخرتها الانسان يموت، ما باخذ معاه شيء. بده يدمر يدمر، مش مثل اللي دمروهم. انا دمروني 100,000 اولادي. كيف بدك تعيشي معه اخر ايامك لرجل شاب عمره 37 سنه؟ طبعا بده يتزوج، طبعا بده يتزوج. البيت بيتي والملك ملكي وفلوسي موجودات، وقت ما بده يروح الله معه. بدي امسكه بحديد. كيف بتحبي يعيشك هالايام؟ احنا عايشين مبسوطين، كاني انا حاسه حالي عمري 17 سنه، ما انا حاسه اني ست كبيره، لانه ما في اشي. اصلا انا لما بناديه يا جدي بضحك عليه اني انا جدته. لما انت بتقولي له يا ستي هو شو بيقول لك؟ بقول نعم. ما بيقول لك انت حبيبتي؟ هو شو بيقول لك؟ بقول لي نعم يا جدي. هو بشوفك بمثابه سته او بشوفك بمثابه زوجته؟ طريقه المزح. ومرات بقول له يا ماما، مرات بقول له يا ولادي، يعني بتهبل عليه وبمزح معه وماشي الامور. الله العلاقه بينك وبينه هي علاقه بين مثل ام وابنها، او علاقه كاي رجل وامراه؟ لا، علاقه زوجيه. الام وابنها ما بتحطه بحضنها وبتنام هي وياه. الابن اهلين وخلص، ما بتحطه بحضنها وبتنام هي بعد وياه. في علاقه متكافئه بين سيده سبعينيه ورجل 30؟ 37. ام ال 17 بتلبس بلوز وبنطلون وانا بلبس بلوز وبنطلون. ام ال 17 بتتمكيج وانا بتمكيج. ام ال 17 بتلبس قصير وانا بلبس قصير. شو بيفرق؟ وست بيت مدبرة بالبيت
ومن الطبيخ الزاكي بقدم له من الاحترامات. كل ما كانت المرأة ناضجة بالعمر تعطي الرجل تقدير واحترام أكثر من وهي صغيرة. بس البنت اللي عمرها 17 سنة ممكن تكون في عندها اندفاع للحياة أكثر، ما بيكون عندها مشاكل العمر الطبيعية اللي بيعاني منها أي إنسان. معالم العمر ما بيكون مبين عليها بنت 17 سنة. ماما أنا لما طاقتها الزوجية، طاقتها بالعلاقة الزوجية حلو. تكون أكبر. لو إنه بسن ال 17 أنا وبسن ال 20 أنا عرفت معنى الحياة ما تركت بيتي. أم ال 17 ما بتعرف معنى الحياة زي أم ال 30. أم ال 30 ما بتعرفها زي أم ال 70. ليش؟ لأنها عارفة العالم وعارفة الناس شو هي، فصارت تعطي أكثر من ما تأخذ. يعني أنا هسه بعطي حنان أكثر من ما بأخذ. ليش؟ لأني عارفة معنى الحياة شو هي. العلاقة متكافئة بينك وبينه، العلاقة الزوجية؟ أنا بحس إنها متكافئة. هو بالنسبة له شو؟ بيحترمني وبقدرني وما بالنسبة له علاقة زوجية علاقة متكافئة وعلاقة غير متكافئة؟ نعم بأي نوع من الأنواع متكافئة، بالنوم بالقوم بالكلام بالحكي بالاحترام. إذا بده يطلع برا وأنا مش رايد هالمشوار ما بروح. وأنا